السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غنحضر معكم سمن عامر بالشحمة. عندنا زلافة ديال دقيق السميد فينو، عندنا جوج زلايف ديال دقيق ابيض، قبصة ملح، وعندنا ماء للعجن لازم يكون على درجة حرارة المطبخ. انا عجن ونرجع معكم نوريكم كيفاش كتكون العجينه. كيف ما كتشوفوا معايا العجينه كتجي بحال هكا على هذا الشكل. كندلكوها مزيان، من بعد كندهنوها بالزيت وكنشكلوا كواري على هذا الشكل. ملي كنساليو الكواري كندهنوهم مزيان بالزيت وكنغطيوهم بالسلوفان وكنخليوهم يرتاحوا. بالنسبه للتوراق عندنا هنايا الزيت، عندنا الزبده كندوبوها، خميره الحلويات، وعندنا السميده. كنشدو هاد الزبده كنديروا ليها السميده، كنديروا هاد الخماره وكنضيفوا شويه ديال الزيت. كنوجدوا الزيت كنديروا ليه معلقه كبيره ديال التحميره وكنخلطوها ونخليوها على جنب باش كنطيبوا. من نبغيو نطيبوا غنوريكم كيفاش نديروا ليها. عندنا الحشوه فيها بصله، فلفله ملونه وفلفله خضراء، ثومه، عندنا 4 ديال الفصوص صغار، المعدنوس، بقدونس، عندنا هنايا الملح، شويه ديال الزعتر، شويه ديال الكمون، معلقه ديال التحميره، قليل من الفلفل الاسود وشويه ديال القزبر يابس. والشحمه انا نوريها لكم. حاجه عندنا البصله غادي نشحروها ونديروا شويه ديال هذا الزيت، غادي نشحروا البصله مزيان هي وهاد الثومه. من تدبل لكم شويه البصله تزيدوا عليها الفلفله. عندنا هذه هي الشحمه، جبت الشحمه ديال الكلواهي اللي لقيت، وممكن ديروا حتى القص الا لقيتوه. كنضيفوا الفلفله، كنضيفوا البهارات، كنضيفوا المعدنوس، كنخليو شويه ديال الشحمه غنديروها حتى يبرد. ملي غادي يطيب ليا هادشي ويبرد غنضيفها ليه. كيف ما كتشوفوا معايا كنحطوا الكره كنديروا لها شويه ديال الزيت وكنسرحوها، ما نسرحوهاش بزاف. من بعد كنجيبوا الحشوه كنديروها على هذا الشكل كنسرحوها. كيف ما كتشوفوا انا صفيت الحشوه من الزيت وضفت ليها الشحمه. صافي كنشدو هاد القنت كنديروا ليه هكا، كنشدو عاوتاني هاد القنت نديروا ليه هكا، نديروا وحده هكا. من بعد ما كنطويوها كنشدو هاد الطويه اللي كاينه لتحت كنديروها من التحت. من بعد كنعاودو نشدو كره اخرى كنورقوها، كنديروا لها غير الزيت وكنطلقوها مزيان بحال هكا كنورقوها. من بعد كنضيفوا الخليط ديال الزبده والزيت والسميده على هذا الشكل. من بعد ما كنورقوها نحطوا المسمنه اللي كنا ديجا عمرناها بالحشوه، ديال هذا الشكل. كنخليوها ترتاح شويه. صافي كنقرصوها بحال هكا باش نطيبوها.
حاولوا ما تخرجوش الحشوه. نسيت ما قلت لكمش ضروري تدهنوها بداك الزيت اللي درنا فيه التحميره. نديروها طيب. يجي على هذا الشكل، يجي مقرمل.